تستغربش، بس انا هرمي سؤال هنجاوب عليه اخر الفيديو. ليه ممكن نربي سحليه اصلا؟ هو الشغل اللي انا بعمله مش عشان خاطر اربي سحليه وبس، هو كمان انا بنسق حوض باشكال معينه، اشكال جماليه جدا. يبقى خد لك لفه، بس خلينا نعمل الحوض دوت الاول. ده تصميم الحوض انا اللي عامله، شلت الواجهه بتاعته اللي هي القفل بتاعه الحوض، وشلت السقف، وشلت الكشاف، والجزء بتاع التهويه. الجزء بتاع التهويه دوت مهم جدا عشان خاطر هو دوت اللي بيحتفظ بنسبه الرطوبه، يا اما بيخلي الرطوبه تطلع براحتها. على الدغري احنا بنتحكم في الرطوبه بسبب الشبك ده، نديها كنسه كده وننضف الحوض. هو كده الحوض دوت مشروخ من تحت، هو كان حوض سمك وانا قمت عامل فيه التعديل دوت. اول حاجه معانا هنعمله خلطه الطين. التراب دوت تراب مش عادي، التراب دوت اللي بيتعمل منه الفخار. تقدروا تجيبوه من اي حد عنده فخار كبير شويه، لان هو الموضوع دوت بيبقى موجود في القرى والحتت ديت بشكل كبير اكتر يعني من المدن. وكده كل الحاجات دي متوفره عندي. حطينا نسبه من الميه وفضلنا نقلب لغايه لما ظهر القوام ده معانا. فضلنا نحط ميه وفضلنا نرجع نحط تراب تاني لان احنا زودنا، فاصبح القوام معانا مظبوط. تعرف ازاي ان القوام بقى مظبوط؟ لازم تحطه على ايديك ويكون بيلزق وما بيقعش. قلبنا الحوض، خلينا الخلفيه بتاعته بالشكل دوت عشان خاطر هوزع عليها الطين. فضلت احط الكتل في الجردل اللي احنا عملناه، وبعدين فردته على الخلفيه وفردته على جزء من الجنب، بحيث ان هو في الاخر هيدينا شكل قوي جدا. بعدين قمت جايب بيتموس عشان خاطر اغطي بيه الشكل دوت، لان انا ما كنتش حابب اللون دوت في البيئه اللي انا بعملها. لا، انا كنت حابب ان انا اعمل زي بيئه كده غابات، بس مش كثيفه قوي يعني. فرشينا الرشه ديت وقمنا عادلين الحوض تاني، فالحاجات الزيادات وقعت. الارضيه هتكون معانا عباره عن بيتموس وحصى. الحصى دوت اسمه سن دوت بتاع البناء. تقدر تحط اي حصى، انا بس حطيتها عشان خاطر تهوي التربه والتربه تجف بشكل اسرع شويه، لان السحالي اللي احنا هنحطوها مش محتاجه رطوبه عاليه، بس انا عايز اعمل لها البيئه دي. معظم الاحواض اللي عندي معظمها يا بيئه ساحليه يا بيئه صحراويه، فانا بحب الجو الاستوائي اكتر بصراحه يعني. فقمت مخلطهم في بعض، وبعدين جبت الصدف اللي هو بتاع جزء الهند ده، الكسر بتاعه، والحته اللي انا كنت حاططهم فيها كان فيها كميه كبيره من امل الخشب. هتلاقوا دلوقتي في امل خشب بيتحرك. الخطوه اللي بعد كده ابتديت ان انا ارص الخشب في الجنب او في الزاويه ديت، عشان خاطر يكون زي جزء من جذور اشجار او فروع اشجار متشابكه طالعه من الجزء دوت. اكني خدت حته حرفيا تورته كده من الطبيعه خليتها في الحوض ده. جبت ورق شجر ناشف قمت مكسره بالمنظر ده، بس يفضل ان انتوا تكسروه بعدين تغلوه عشان خاطر تطهروه. ما ينفعش تجيبوا اي حاجه من الطبيعه تحطوها بالمنظر دوت، عشان خاطر للاسف ممكن تكون بتحمل بقى اي طفيليات، يا اما للحيوان اللي انتوا هتحطوه يا اما للبيئه كلها. رحت جبت الزرعه ديت اسمها نبته العنكبوت وحطيتها في الركن دوت، اكن النبته ابتدت تطلع من جذور الاشجار الميته ديت. بصوا يا جدعان، احنا حرفيا كاننا بنرسم. الخلفيه بقى اللي احنا كنا حاطينها من الزرع، كل دوت زرع طبيعي يعني ما شاء الله. خدنا عودين 3 كده عشان خاطر نقدر نكمل الشكل، ان باقي الحوض يعتبر فاضي. في زرعه 3 هحطها بس في الاماكن الفاضيه، بس لما اجيب البذور لان هي موجوده في البيت. النبته اللي احنا بنقصوها اسمها تراديسكانتيا او المكحله. دي المكحله الساده، لا فضيه ولا بيضه ولا خضراء ولا اي حاجه. زرعناهم في الجزء الفاضي. كل دوت هيوزع حف على الخلفيه وباقي الحوض. فضلنا نرش رش محترم جدا جدا، بحيث ان احنا اول مره للترطيب بنرطب بس الاجزاء اللي فيها النباتات، باقي الانكلوجر مش بنرطب قوي. وهي كده السحالي لما بتيجي بتشرب من قطرات الميه دي. نيجي على الكائن الاهم والاهم، هو قافذات الذيل اللي احنا حرفيا مش بنستغنوا عنها، وبنحطوها في كل بيت بنعملوه او حوض بنعمله. عشان خاطر انا قلت لكم قبل كده ان الكائن دوت بيحافظ ان البيئه ما تتعفنش. قمت رشش رشه تانية من الورق، وهنا بوريكم التيشيرت عليه انهي لوجو مستخدمينه للمسح. يا ريت بقى تفهموا الشغله ديت، لان انا مش هوضح عشان خاطر انتوا فاهمين بقى. بعدين نركب جزء اللي فيه التهويه اللي هو الشبك، بعدين الكشاف دوت لسه ما ركبتوش ولا ركبت له الجزء اللي بينور فيه، ونحطه بعد الكشاف المصب، وبعدين نقوموا حاطين الواجهه. هنا معانا السحالي، انا بس بوريها لكم عشان خاطر هي سريعه جدا. انا مش قادر ان انا مثلا احطها على ايدي، هتهرب حرفيا هتهرب. دخلت جبت اول واحده قمت حاططها، الثانيه كانت هتهرب فالحمد لله. والبشوات كانوا جعانين، اول ما حطيت لهم دود الميل ورم على طول هجموا عليه. اظن عيب قوي ان احنا لغايه دلوقتي ما كملناش 100,000. لو احتجتوا اي حاجه من اللي طلعت معاكم في الفيديو خشوا كلموني. اوكنوس كنستك المعتبره، ويلا سلام.